أهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. قصتنا النهاردة حصلت فعلا. يلا بينا نبتدي قصة النهاردة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتشيروا الفيديوهات مع أصدقائكم وحبايبكم. يلا بينا نبتدي قصة النهاردة. قصتنا بتقول: أنا عشت حياة قاسية جدا، عشت اتبهدلت واتمرمطت من وأنا صغيرة. كنت شقيانة جدا مع أهلي، معرفش معنى الدلع ولا معنى الحياة المرفهة ولا الأكل الأحلى حاجة ولا الحياة دي خالص. عيشتنا كانت بسيطة جدا، كنا عايشين حياة تحت الصفر. واللي اتعلمته من حياتي دي إن الفقر عمره ما كان عيب. العيب إن احنا نمد إيدينا وناخد حاجة مش بتاعتنا، أو إن احنا نفرط في نفسنا مقابل حاجة، أو حتى من غير مقابل. الشرف والكرامة وعزة النفس مفيش أحسن منهم. أنا اسمي منى، من الطبقة اللي تحت المحدودة الدخل، أو اللي تحت الصفر بمعنى أصح. عايشة في العشوائيات. حياتي أنا وبابا وماما بتعتمد على خدمة الناس علشان نلاقي ناكل ونلاقي قرش حلال، ونلاقي قرش نصرفه على نفسنا وناكل بيه، أو حتى علشان حد يحن علينا ويدينا كسوة جديدة، اللي هي تعتبر يعني كسوة قديمة. يعني بالنسبة لهم هما، بس بالنسبة لنا احنا هي كسوة جديدة. أنا وأهلي ما كناش مهتمين غير بالجري على لقمة العيش. نسينا حاجات تانية مهمة كتير. يعني مثلا عمري ما أبويا قال لي يلا بينا أعلمك تتوضي، أو يلا بينا أعلمك تصلي، أو يلا نصلي سوا. ما حصلش خالص. استغفر الله العظيم يا رب. يعني كنا بعاد جدا عن ربنا. عارفين ربنا ومؤمنين بيه وكل حاجة، بس أهلي كانوا كل تركيزهم على الفلوس واللقمة الحلال. ما كناش عندنا شغل ثابت ولا وظيفة ولا أي حاجة من الحاجات دي. كنا بنخدم في البيوت، وشوية نسيق السلالم، شوية نغسل سجاد. المهم إنه شغل حلال، يعني نجيب منه القرش وخلاص. وفضلنا على كده لحد ما في يوم جه اليوم اللي أنا كبرت فيه وحلويت، والكل كان طمعان فيا، وكله كان مفكر إنه يقدر يشتريني بفلوسه. بس أنا عمري ما عملت حاجة غلط، وكنت عارفة كويس قوي الصح والغلط، وعارفة حدودي فين، وعاملة حدود مع الناس كلها في كل حاجة. كنت محافظة على نفسي قوي، برغم ان انا متعلمتش يعتبر، بس كنت عارفة الصح من الغلط، وعارفة حدودي فين، وعارفة الأصول اللي ينفع أعمله واللي ما ينفعش أعمله. فضلت على كده لحد ما في يوم جابولي وقالولي إن متقدم لي عريس. قلت لهم: عريس مين ده؟ ويعرفني منين ولا شافني فين؟ قالولي: شافك في السوق، والعريس ده اسمه أحمد. وساعتها قال لنا إن هو شغال ميكانيكي عربيات وبيكسب كويس قوي، وبيشتغل في الورش وفي كل حاجة تخص العربيات. هو وقتها قال لنا إن هو مش هيخليني محتاجة أي حاجة، أنا بس أوافق عليه ومش هيخليني محتاجة حاجة خالص. بمعنى أصح رسم لي البحر طحينة، وقال لي إن هو هيخليني يا ما هنا يا ما هناك، وإنه هيعيشني عيشة كويسة جدا، عيشة ما شفت زيها، ومش هيخليني أشتغل ولا يخليني أتمرمط ولا أشتغل تاني ولا أتمرمط في شغل اللي أنا كنت شغالة فيه، ولا تسييق السلالم، ولا في أي حاجة من الحاجات دي. فرحت بصراحة قوي، وقلت أخيرا أخيرا هترحم من قطمة الوسط اللي أنا كنت فيها دي، من غسيل السجاد وتسييق السلالم. فرحتي كلها كانت للسبب ده، بس مش أي حاجة تانية، ولا علشان هتجوز ولا علشان حاجة تاني. لا، كانت فرحتي كلها علشان خاطر إن أنا هترحم من الشقة اللي أنا كنت فيه، وأخيرا هيكون عندي هدوم جديدة وبيت جديد وحياة جديدة. ما كل ده طبيعي، أنا كل ده كنت محرومة منه، وخصوصا الأكلة النظيفة والعيشة المرتاحة شوية. وده اللي طمني أكتر كمان لما قالي إن هو بيكسب كويس قوي وشغلته حلوة. وساعتها وافقنا عليه من غير حتى ما نركز في أي تفاصيل عنه، ولا سألنا عنه ولا دورنا عليه، ولا دورنا هو مين ولا أصله إيه، ولا حتى فصله إيه، ولا أي حاجة من الحاجات دي. المهم كان هو يعني بالنسبة لنا إن هو ماديا كويس قوي، وهينتشلني يعني زي ما بيقولوا كده من الفقر والشقة اللي أنا كنت فيه. اتخطبت، وقتها كنت حاسة إن هو حد كويس قوي وغلبان، وما شفتش منه ولا لاحظت عليه بصراحة أي حاجة وحشة في الوقت ده خالص.
اتجوزنا وعشنا اول فترة جوازنا عادية ومفيش اي حاجة غريبة ولا مشاكل ولا اي حاجة غريبة لاحظتها في الوقت ده. انا كنت فرحانة علشان اخيرا يعني اتسطرت في بيت وبقى معايا زوج يحافظ عليا، وبعدت عن الشغل بقى وشغل البيوت والتسييق والكلام ده، بقى عندي زوج يخاف عليا واتحمى فيه من كل حاجة وحشة كنت فيها او المرمطة بمعنى اصح. والشقة اللي انا كنت فيه بعد فترة من جوازنا لقيته بقى يقعد كتير في البيت، برغم انه الاول كان بينزل الشغل عادي. لقيت الفترة الاخيرة مش بيروح الشغل كتير، وطول ما هو قاعد في البيت بقى طلبات كتير بقى، هاتي شاي، هاتي قهوة، اعملي لي اكل، عايزة اتغدى، انا جعان. مش شاغل باله اصلا باي حاجة تانية غير الحاجات اللي انا قلتها لكم دي، اكل شرب قهوة وبس. في فلوس في البيت مفيش، البيت فيه اكل ولا ناقص اي حاجة، لا مش شاغل باله باي حاجة من الحاجات دي. كنا عايشين على القد قوي برغم ان هو كان قايل ان ظروفه حلوة جدا. انا بصراحة كنت مستحملة ومش بتكلم، مع ان انا كده كده يعني جاية منين، ما انا كده كده كنت عايشة الحياة دي، ما انا كنت عايشة في الفقر ده وضيق الحال، مركزتش قوي في الحتة دي. ان هو كان قايل ان هو يعني ياما هنا وياما هناك، ولقيت هي دي حياتي. فضلت صابرة ومستحملة فترة كبيرة واقول الحمد لله على كل حال. ما هي مش كل الايام هتكون حلوة ولا كل الايام هتكون وحشة، لازم اشوف كده واشوف كده. بس من جوايا كنت برضو قلقانة، هو ليه ما بيروحش الشغل وليه قاعد في البيت؟ سألته وقلت له هو في ايه، انت مش بتنزل شغلك ليه؟ قال لي عادي يعني، انا معايا فلوس، انت محتاجة حاجة؟ قلت له لا، انا بس بسأل، انت ما بتنزلش شغلك ليه؟ انا مستغربة بس مش اكتر. قال لي هنزل ان شاء الله بس لما الفلوس اللي في جيبي تخلص. ساعتها استغربت جدا واتصدمت جدا من ردة فعله دي. بقيت بكلم نفسي واقول هو في راجل يحب قعدة البيت بالطريقة دي؟ وبعدين يعني يعتبر انت معاك صنعة غيرك بيتمناها، ليه تستنى فلوسك تخلص مثلا او يبقى عندك يعني تبقى محتاج فلوس علشان تنزل تشتغل؟ طب ما انت اشتغل طول الوقت وخلي معاك بزيادة، وكل ما هتنزل شغلك كل ما ربنا يكرمك بزيادة اكتر. ليه قعدة البيت؟ ايه اللي جابرني ان انا اقعد في البيت واول ما الفلوس تخلص ابتدي انزل؟ ما بقيتش فاهمة اي حاجة، وما كانش في ايدي اي حاجة اعملها، وكنت بسكت وبس علشان اعدي الامور وابسط الامور. وطول الوقت كان يقولي وانت ناقصك حاجة، الكلمة دي كانت بتخليني اسكت، فكنت باخدها من قصرها زي ما بيقولوا كده، وافضل ساكتة واكبر دماغي وامشي الامور. لحد ما في يوم صحيت من النوم تعبانة، خدني ساعتها ورحنا المستشفى، وساعتها كشفت وطلعت حامل. وقتها الدكتور كتب علاج وقال لي لازم تاكلي كذا وتتغذي وتاكلي اكل كويس واكل صحي. هو انا بيني وبين نفسي ساعتها قلت اهو بركة، علشان الحمل بقى والمصاريف هيبتدي يتحرك وينزل علشان يعرف يدبق مصاريف الولادة، ويعرف يدبق مصاريف الحمل والعلاج والكلام ده، وكمان هدوم العيل الصغير وحاجات كتير تانية في دماغي. جت وقتها في دماغي لحد ما عدى كام يوم والوضع زي ما هو، لا نزل ولا اتحرك ولا اي حاجة. في الوقت ده بدأت ان انا ألمح له واقول له يعني مصروفنا دلوقتي هيزيد، دلوقتي هنبقوا محتاجين مصاريف الولادة ومصاريف المستشفى، هنبقوا محتاجين اكل بزيادة في البيت، هنبقوا محتاجين حاجات في الفريزر، يعني فترة ما انا والدة، وهنجيب فراخ وهنجيب مش عارفة ايه. وفضلت اقول له في الحاجات دي علشان ايه، اهولها معاه بحيث ان هو يعرف ان احنا داخلين على مسؤولية كبيرة ويبتدي يتحرك يعني. وكان دايما ساعتها يقول لي عادي ما تشغليش بالك، كل طفل بيجي برزقه، وزي ما يكون كان بيقفل في الكلام. قلت طب وبعدين انت مش هتنزل شغلك؟ قال لي بقول لك ايه، سيبيني اتفرج على الماتش وشوف انت هتعملي ايه دلوقتي. ساعتها قفلني في الكلام ومعرفتش اكمل كلامي. حسيت ان انا مش عاوزة، يعني انه مش عاوز كلام مني في الموضوع ده بالذات، موضوع شغله يعني. وانا من ساعة ما عرفت ان انا حامل كنت فرحانة قوي، ومشاعري كلها كانت متلخبطة ما بين فرحة وما بين خوف من مسؤولية وحياة جديدة ومسؤولية جديدة.
في الوقت ده انا كنت عايشة على القد خالص، زي ما قلتلكم الاكل كان على القد، يعني فول عدس بطاطس محمرة بصارة، بعمل الحاجات اللي هي على القد قوي قوي دي، حمد ربنا، ومش بتكلم ولا اي حاجة. واحمد ما كانش شاغل باله باي حاجة غير بس اهم حاجة عنده السجاير موجودة والشاي والقهوة موجودين في البيت، هما دول، ومش شاغل باله غير بيهم وبس على كده، لا اكل ولا شرب. وما كانش بصراحة بيعترض على اي اكل انا بعمله، اللقمة اللي كنت بعملها كان بياكلها مني لحد ما جه ميعاد ولادتي. واحمد كانت ايده في المية الباردة ولا شاغل باله باي حاجة. فكرت ان هو يحجز لي في مستشفى خاصة او كده، لقيته حاجز لي في مستشفى عام، ورحنا على طول، ولدت في مستشفى عام. وحتى المصاريف اللي كانت بعد الولادة، اللي هي الاكل والشرب والحاجات دي والمشاريب اللي بتتشرب بعد الولادة، امي اللي قامت بيها، برغم ظروفها صعبة وحالهم ربنا يعلم بيه، بس هي اللي جابت لي كل الحاجات دي بعد ولادتي. والوقت ده هو كان عنده لا مبالاة، وعمالة تزيد بطريقة غريبة، يعني انا ما كنتش عارفة هو ازاي كده. قلت له هو انت معاك فلوس؟ يعني معاك فلوس منين؟ قال لي معايا الحمد لله. قلت له امال ولدتني ليه في مستشفى زي دي، مستشفى عام ليه؟ لقيته بيقول لي عادي، والمستشفى العام مالها، هي فيها ايه المستشفى العام؟ فرقها ايه عن المستشفى الخاص؟ كلها مستشفيات وكلها ولادة وخلاص، المهم انك قمتي بالسلامة. الوقت ده امي بقت تقولي معلش يا بنتي، الحمد لله انك قمتي بالسلامة وخلاص. بقيت اقول لها يا ماما هو طول الوقت كان بيقولي ان ظروفه وشغلته بتكسب دهب ومش عارفة ايه، وكان عامل لي البحر طحينة، فين الكلام اللي هو كان بيقوله لنا ده؟ راحت قالت لي ما تشغليش بالك يا بنتي، المهم ان انتي وبنتك قمتوا بالسلامة، وربنا ساعتها كرمني ببنوتة زي القمر. وماما بقت تقولي احمدي ربنا على اي حال انتي فيه. سكت فعلا وقتها وقلت خلاص انا مش هقوله اي حاجة تاني من كلامي ده، وهركز مع بنتي، وهو اكيد الفترة دي هيتغير علشان المسؤولية، يعني ان المسؤولية تزيد علينا وكده، بقى معانا نونة ومحتاجة مصاريف قد كده. بس للأسف هو فعلا اتغير قوي، اتغير قوي كمان، بس للأسف التغير ده للأسوأ، وهتعرفوا ليه للأسوأ كمان شوية. عدى كام شهر على ولادتي وبنتي بدأت تكبر، طبعا بدأت تشرب أكتر لبن وبامبرز وزبادي، كل ده وهو برضو قاعد لي في البيت، بينزل يوم ويقعد 10 في البيت. زهقت بصراحة، قلت أنا هتكلم معاه، وفعلا اتكلمت معاه، واتكلمت مليون مرة، مرة بالشدة ومرة بالسياسة ومرة بالسحب، ومفيش أي فايدة، لحد ما أخيرا بعد فين وفين بدأ فعلا ينزل الشغل. بس الغريبة إنه كان في الوقت ده بيتأخر قوي، يعني بيتأخر لغاية بالليل متأخر جدا. ولما سألته بتتأخر قوي كده ليه؟ قال لي أبدا عادي، ده شغل كتير، هو انت لا قاعدة في البيت عجباكي ولا بتأخر بره في البيت عجباكي؟ قلت له لا، بس لا ده عجبني ولا ده عجبني، المهم انك الحمد لله بقيت بتنزل الشغل وبتنزل لرزقك، دي اهم حاجة عندي، هي دي احسن حاجة، احسن من قعدة البيت. بعد فترة عرفت بالصدفة من كذا حد بقى من جيراننا والناس اللي حوالينا ان احمد الفترة دي مصاحب واحد اسمه حسن. حسن ده واحد غني جدا، عنده عربية مشغلها، واهله كلهم تجار كبار، يعني عندهم عربيات شغالة برضو، معهم فلوس كتيرة قوي زي الرز. ساعتها فرحت وقلت يمكن بيقعد معاه كتير ومتشعلق في رقبته زي ما بيقولوا كده علشان يشوف له شغلانة كويسة او يشغله معاه في اي حاجة من الحاجات دي. قلت اكيد يعني احمد بيرسم عليه ان هو يشغله شغلانة كويسة. بس بعدها اللي عرفته اتصدمت بيه، لما عرفت ان احمد بيقعد على القهوة مع حسن ده طول الوقت، يعني مش شغال ولا اي حاجة، وحسن ده هو اللي بيصرف عليه شاي وقهوة واي حاجة بيطلبها. كنت مستغربة قوي،
غريبة الوضع ده، يعني هو ايه اللي يجبره ان هو يقعد معاه ويصرف عليه؟ مش فاهمة، معرفش هو بيعمل كده ليه. نفس الوقت مش فاهمة احمد اتعرف عليه منين ولا عرفه منين. وبعد كده واحدة واحدة فضلت ادور في الموضوع، وعرفت كمان ان انا لما بكون مش موجودة في البيت وعند ماما، يعني هو بيجيبوا البيت بيقعدوا مع بعض كتير، ودي كانت حياتهم في الوقت ده. وبعد كده واحدة واحدة بدأ يجي وانا مش موجودة كمان، بقى يجي عادي في البيت، بس بقى يجي محمل خير ربنا كله. كان بيجيبه معاه وهو جاي، يجيب بامبرز ولبن وبسكوت وحاجات معاه كتير حلوة. في الأول كنت فاكرة إن جوزي هو اللي بيعمل كده، وإن أحمد يعني هو اللي بيجيب لنا الحاجات دي كلها، كنت فرحانة. بس اتصدمت لما عرفت إن أحمد مش هو اللي بيجيب الحاجات دي كلها، وحسن هو اللي بيجيب الحاجات دي كلها. عرفت بالصدفة لما بقوله هو انت مش بتقول ان انت الفترة دي شغلك تعبان شوية؟ بتجيب الحاجات دي كلها منين؟ وليه بتجيب الحاجات دي بزيادة؟ لقيته بيقولي لا، ده حسن هو اللي بيجيب. سكت ومعرفتش اقوله ايه، بس زعلت من جوايا قوي وقتها. استغربت، انت ازاي تقبل على نفسك كده؟ وازاي تقبل على بنتك ان حد يصرف عليها؟ وازاي تقبل على بيتك ان حد يجيب لك الحاجات دي كلها في بيتك؟ يعني ايه العبط اللي انت فيه ده؟ هو للدرجة دي اهبل ولا عبيط ولا بيستعبط؟ بقيت بقول لنفسي يا اختي كبري دماغك، هو انا ناقصة؟ وبقيت احاول اهونها على نفسي شوية، بس من جوايا كنت زعلانة جدا. وبقيت بكلم نفسي من كتر الزعل، بقيت بكلم نفسي وبقول والله العظيم ده انا لو مكانه وفي ايدي صنعة كده